السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة احنا صحينا كده على الفجر الساعة 6 كده. اول حاجة هنعملها مع بعض طبعا الصلاة، ما فيش كلام. وبعد كده هنبدأ. جهزت هنا اللانش بوكس لابني اللي هي الحاجات اللي هياخدها معاه الحضانة، وحطيتها في الشنطة وظبطت له حاجته ولبسته زي ما انتم شايفين كده. هنزل اوديه وهنرجع مع بعض تاني. طبعا انا بوريكم ريفيو لليوم بتاعي كامل. طبعا انا نزلت ابني ورجعت طبعا دلوقتي علشان اعمل فنجان القهوة بتاعي الاول، اظبط يومي كده الاول، وبعد كده ابدأ اشوف هعمل ايه في اليوم بتاعي النهاردة. زي ما انتم شايفين احلى فنجان قهوة واحلى صباح. وطبعا ربنا يجعل اليوم النهاردة سعيد عليكم انتوا الكل. آه، زي ما انتم شايفين كده هبدأ اعمل سندوتشات. انا بحب الصراحة الفطار بتاعنا يبقى خفيف. لان جوزي بيفطر معانا وبعد كده يعني ما بحبش ياكل اللي هو اكل، يعني فول وبطاطس وحاجات دي من على الصبح وكده. فبعمل سندوتشات بس كده والشاي والحاجات دي وخلاص على كده. انا هعمل شاي وهضيف عليه لبن، اعمله شاي بحليب. هقسم كوباية على نصين ليا انا وبنتي، لان طبعا انا مش هشرب الكوباية كاملة، هشرب نص وبنتي نص. طبعا لسه شاربة قهوة فمش عايزة ازود بقى سكر وكده. زي ما انتم شايفين قسمت الكوبايات. فضيت منها شوية عشان اعرف اضيف اللبن. طبعا انا بضيف المراعي بضيفه بارد، لو انتي حابة تضيفيه يكون يعني يكون سخن وكده ممكن تضيفيه وتحطيه على النار، تحطيه على بعضه وتحطيه على النار يسخن، بيكون طعمه حلو جدا. بس انا عشان بنتي الصغيره وفي نفس الوقت عشان جوزي بيكون مستعجل وهو ماشي، فانا بحط له الحليب بيكون بارد عشان ما يكونش سخن عليه يعني. انا كده هخلص السندوتشات وهرجع لكم تاني عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو. زي ما انتم شايفين كده حطيت لي جوزي كوبايه وانا وبنتي كل واحد نص، وجهزت السندوتشات وكده. نفطر فطار خفيف كده ونبدأ مع بعض بقى نجهز للغدا. خلاص فطرنا وبدأت عملت صينية الفراخ دي. طبعا انا عملتها قبل كده معاكم على القناة، فبالتالي مش هعملها لكم تاني عشان انا مستعجلة النهاردة ونازلة رايحة مشوار. عملت الفراخ طبعا بالبصل والطماطم والفلفل، وحطيت كل ده في الخلاط وفص توم، وحطيتهم على الفراخ تتبيلة كاملة كده وحطيتها في الفرن واسيبها تستوي مع نفسها. طبعا انا جهزت هنا للمحشي، حطيت ورق الكرنب وعملت كل حاجة والتخديعة وكل حاجة وحطيته. طبعا مش محتاجة تعريف يعني، كلكم عارفين المحشي بنعمله ازاي، بس انا حبيت اديكم لقطة سريعة كده. كده خلصت المحشي. كنت حاطة 4 قطع لحمة كده في النار يتحطوا يطلعوا شوربة يعني. وانا طبعا بحب اسوي اللحمة تكون على الحلة من فوق. طبعا احنا سيبنا الغدا وقلنا هنتغدى بعد ما نرجع بالليل، لان احنا كنا متأخرين جدا وكنا عايزين ننزل نجيب حبة هدوم للاولاد. فروحنا هنا على كارفور لانه طبعا بيقفل بدري جدا، يعني اخره بالظبط الساعة 11 بيكون قافل المحلات اللي هي بتاعت الهدوم وكده. حبيت اوريكم جولة سريعة كده للمحلات اللي هناك. طبعا في تشكيلة حلوة، ولكن انا الصراحة مش حبيت كل حاجة هناك بالتحديد يعني. حاجات حبيتها وحاجات لا، يعني انا ما اشتريتش كل حاجة من هنا لان طبعا المكان الاختيارات فيه مش كتير. فانا اخترت كام قطعة كده بس ورجعت. ده طبعا قسم الحريم وقسم الرجالي، وفي برضو اللي هو جونيور في الاطفال. خلصنا جبنا الحاجات اللي احنا عايزينها ورجعنا. طبعا الاولاد اصروا جدا ان هم يروحوا الملاهي. طبعا انا حابه اقول لكم ان ما كانش في حد في الملاهي الا احنا، زي ما انتم شايفين كده. انا والاولاد انا والاولاد وابوهم كنا قاعدين كده. قلت اقعد معاهم شويه، هقعد يعني اتابعهم وكده، لان طبعا هم لوحدهم مش هينفع اسيبهم. فقعدت جنبهم كده. زي ما انتم شايفين هم فرحانين جدا. ربنا طبعا يسعد اطفالنا واطفال المسلمين جميعا يا رب العالمين. طبعا ضحكتهم وابتسامتهم بالدنيا بالنسبه لنا، فربنا يسعدهم كده ويفرحهم ونقدر نساعدهم على قد ما نقدر. طبعا انا كنت قاعده هنا
كنت قاعده كده ملانه، فلقيت القطه دي جايه لي كده، كنت قاعده باكل مقرمشات، فلقيت القطه دي قاعده لي كده، فقلت لها ايه تعالي كلي معايا تسلي معايا. طبعا يا جماعه انا بحب القطط جدا ونفسي اجيب لي قطه، ولكن طبعا جوزي ما بيحبش القطط وكده، بس ان شاء الله هحاول. انا نفسي اجيب لي قطه جدا، اللي هي قطه رومي. مين فيكم كمان بيحب القطط؟ اللي بيحب القطط يكتب لي في التعليقات تحت. طبعا قعدت تاكل معايا، ولكن في الاخر جريت علشان عيالي طبعا كانوا مبسوطين بيها جدا وفرحانين بيها، سابوا الملاهي اصلا ويجوا يلعبوا معاها. طبعا حابه اوريكم حاجه بسيطه كده، نبذه مختصره على اللي انا فيه. ابني منزل على زحلقه براسه مش برجله، يجي هنا وطبعا القطه شافته وطفشت زي ما انتم شايفين كده. طبعا رجعنا بقى البيت علشان الجو اتاخر، فقبل ما ننام طبعا عشان النهارده انا طلعت وما لحقتش نذاكر مع ابني، فقلنا ايه هنذاكر معاه الحاجات دي. طبعا انا ابني في كي جي 1، فزي ما انتم شايفين كده ده الهوم ورك بتاعه، هنبدا نكتبه مع بعض وهدخلهم يناموا لان احنا طبعا اتاخرنا جدا 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 على النوم. فزي ما انتم شايفين كده هبدا اذاكر معاه. طبعا في ميزه حلوه جدا يا جماعه في الحضانه دي. طبعا انا ابني في حضانه ناني، اللي هي ناني انترناشونال في اسماعيليه. طبعا دي فيها ليه هيطلع في حدود 4 أو 5 فروع تقريبا، حلوه جدا، مهتمين بالاطفال جدا. طبعا الكراسه دي حلوه في ايه بقى، ان انتي بيكتبولك كل حاجه الطفل عملها في اليوم من اول ما دخل الحضانه يعني اكله كان سعيد ولا حزين، كان مش عارفه ايه، كاتبين لك بقى كل حاجه. وهنا دي ورقه كل اول اسبوع بيكتبولك فيها ليه مفروض تذاكري مع ابنك ايه، يعني هياخد حرف ايه الاسبوع ده كده يعني. احنا خلصنا وانا طبعا قلت ايه اشرب كوبايه ينسون كده مع بسكوته، لان طبعا زوري كان تعبني جدا ورجعنا بقى عينا. فانا كده خلصت الفيديو بتاعي، بشوفكم في الفيديو جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، ويا رب اشوفكم كلكم سعداء كده ومبسوطين في حياتكم. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.